أهلاً بكم جميعاً في هذا الشرح الجديد. اليوم سننطلق معاً في رحلة شيقة وأنيقة جداً لاستكشاف التكنولوجيا المذهلة التي تشغل وتدير تطبيقات الهاتف المحمول في عصرنا الحالي. هدفنا اليوم هو التركيز بشكل كامل على فهم كل ما يخص تقنية فلاتر، استخداماتها وكيفية عملها. لا مزيد من التعقيد أو الغموض، بل فهم مباشر وممتع لما يجري خلف الشاشات التي نلمسها مئات المرات يومياً. دعونا نتوقف لحظة ونطرح تساؤلاً جوهرياً: كيف يتم فعلياً تصميم وبرمجة تلك المنصات الضخمة التي نستخدمها بشكل يومي؟ تطبيقات عملاقة مثل فيسبوك، إنستغرام أو يوتيوب. ما هو السحر الذي يعمل خلف الكواليس لتقديم هذه التجربة السلسة لملايين المستخدمين حول العالم؟ كيف تتحول مجرد فكرة في الرأس إلى تطبيق متكامل وجاهز للعمل بين أيدينا؟ حسناً، لندخل في صلب الموضوع. قبل الكشف عن الحل المبتكر، يجب أن نفهم حجم المشكلة أولاً. في الطريقة التقليدية أو ما يعرف ببرمجة النيتيف، بناء تطبيق واحد يتطلب السير في طريقين منفصلين تماماً. تخيلوا، لبرمجة تطبيق لأجهزة أندرويد نحتاج مبرمجاً يتقن لغات مثل جافا أو كوتلين، ولتشغيل نفس التطبيق على أجهزة آيفون نحتاج مبرمجاً آخر تماماً يتقن لغة سويفت، ولا بد أن يمتلك جهاز ماك ليعمل عليه. هذه معضلة حقيقية، كودان مختلفان، مبرمجان مختلفان، تكلفة مضاعفة ووقت أطول بكثير. ولهذا السبب نلاحظ أحياناً أن تطبيقاً ينزل للأندرويد ولا يتوفر للآيفون، والسبب ببساطة أن الفريق الآخر لم ينهي عمله بعد. وهنا يظهر المنقذ، تقنية رائعة تعرف بإطارات العمل متعددة المنصات أو الكروس بلاتفورم. الفكرة هنا مذهلة في بساطتها وعبقريتها. لماذا نكتب الكود مرتين أساساً؟ من خلال هذه التقنية يمكننا كتابة قاعدة برمجية واحدة فقط، كود واحد لا غير، وتصديره ليعمل بكفاءة تامة على أنظمة تشغيل مختلفة. هذا هو الحل الجذري والنهائي لمشكلة المطورين الاثنين، وهو التطور الذي وفر الكثير من الجهد والوقت والتكلفة على الشركات والمطورين. وفي عام 2017 قدمت شركة جوجل بطلنا في هذا الشرح إطار العمل الشهير فلاتر أو فلتر. قوة فلتر الحقيقية تكمن في قدرته الهائلة على الانتشار بضغطة زر واحدة. نفس الكود الذي نكتبه يتحول فوراً لتطبيق أندرويد وتطبيق آيفون وموقع ويب، بل وحتى برنامج لسطح المكتب يعمل على ويندوز وماك ولينكس. تخيلوا حجم الإنجاز هنا: تطبيق واحد، مبرمج واحد، وكود واحد فقط للوصول إلى كل هذه المنصات مجتمعة. لكن ما هو المحرك السري الذي يدفع إطار العمل الجبار هذا؟ إنها لغة برمجة طورتها جوجل أيضاً، تسمى لغة دارت. المدهش في هذه اللغة أنها قوية جداً وذات أداء عالي يقترب من أداء التطبيقات الأصلية، ومع ذلك تمتلك بساطة مذهلة وسهولة في التعلم تشبه إلى حد كبير بساطة اللغة بايثون. إنها الأساس المتين والقلب النابض الذي تكتب به الأكواد داخل بيئة فلاتر لتعمل بكل هذه السلاسة والكفاءة. الآن نصل إلى عبارة قصيرة ولكنها تلخص الفلسفة الكاملة والعبقرية لفلاتر، وهي: كل شيء عبارة عن ويدجت أو ويدجت. تخيلوا معي مكعبات الليجو، تماماً كما نجمع هذه المكعبات ونركبها فوق بعضها لبناء أشكال معقدة ومبهرة. يتم في فلاتر جمع هذه المكعبات البرمجية الجاهزة لبناء واجهة التطبيق بالكامل بكل دقة وإبداع. ولتتضح الصورة أكثر حول كيفية عمل هذه المكعبات على أرض الواقع، يمكننا القول إن بناء أي تطبيق هو حرفياً ترتيب لهذه الويدجتس الجاهزة وتخصيصها. لإضافة نص نستخدم ويدجت خاصة بالنصوص، لإضافة زر يتفاعل مع المستخدم نستخدم ويدجت الزر، وللصور نضع ويدجت الصورة. الأمر يشبه تماماً عملية ترتيب وتخصيص الشاشة الرئيسية لهواتفنا الذكية، كإضافة ويدجت الساعة أو شريط البحث. نضعها في مكانها، نحركها ونرتبها لنصنع الواجهة النهائية الجذابة. وهناك ميزة تعد بمثابة السحر المطلق في فلاتر، وهي ميزة Hot Reload أو إعادة التحميل السريع. فلاتر لا يعتمد على عناصر النظام الجاهزة، بل يقوم برسم الواجهة بنفسه باستخدام محركه الرسومي الخاص. هذا يمنحنا تحكماً كاملاً في التصميم، والأهم أنه يسمح لنا برؤية التعديلات البرمجية فوراً على الشاشة أثناء كتابة الكود. نعم، بمجرد تعديل الكود يظهر التغيير مباشرة دون الحاجة لإعادة تشغيل التطبيق من الصفر.
هذه الميزة وحدها توفر ساعات طويلة جدا من العمل والمجهود. لكن بالرغم من كل هذه القوة والمرونة، هناك ضريبة للتطور السريع. فلاتر يحصل على تحديثات يومية وأسبوعية، ولهذا السبب عند محاولة تطبيق كود من دورة تدريبية ممتازة ولكن تم تسجيلها قبل 5 سنوات مثلا، سنجد أن الكود لا يعمل وتظهر أخطاء كثيرة. لماذا؟ لأن جوجل تضخ ملايين الدولارات لتطوير فلاتر باستمرار. الأسماء تتغير والأدوات تتحسن. هذا التحديث المستمر علامة صحية جدا، ولكنه يتطلب منا مرونة في التعلم لمواكبة كل ما هو جديد. إذن، كيف نتقن فلاتر في ظل هذا التطور السريع؟ نسيان الأكواد في البداية أمر طبيعي جدا، فقد نكتب الكود اليوم وننساه غدا. الحل يكمن في منهجية ذكية من 3 خطوات. أولاً، الممارسة المستمرة وبناء مشاريع كثيرة. ثانياً، رفع هذه المشاريع على موقع جيت هاب لبناء سلسلة إنجاز يومية تكون حافزاً لنا لكتابة الكود. وثالثاً، استغلال أدوات الذكاء الاصطناعي لتوضيح أي نقطة غامضة وطلب أفكار لمشاريع تناسبه. وهنا تبرز الحاجة للتحذير من فخ كبير يقع فيه الكثيرون. دورات فلاتر غالباً ما تكون ضخمة جداً، وقد تصل إلى 50 ساعة. ومن الطبيعي مواجهة مفاهيم صعبة لا نستوعبها من المرة الأولى. الفخ هو أن نتخلى عن الدورة ونبدأ دورة أخرى من الصفر بمجرد مواجهة عقبة، وندخل في حلقة مفرغة. بدلاً من ذلك، الحل السحري هو استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل تشات جي بي تي كشريان حياة. نطلب منه شرح الجزء الصعب بتبسيط شديد، وبعد فهمه نعود فوراً لإكمال دورتنا الأصلية بثقة وتقدم. النقطة الحاسمة هنا هي التحضير الجيد. لكي لا تكون رحلة التعلم شاقة، هناك أساسيات جوهرية ينصح بشدة بمعرفتها. أولاً، مفاهيم مثل البرمجة الكائنية أو OOP لهيكلة الكود، وكيفية التعامل مع API لجلب البيانات من الإنترنت، واستخدام تقنيات مثل Firebase لقواعد البيانات وتسجيل الدخول، والأهم فهم مبدأ إدارة الحالة أو State Management لفصل شكل الواجهة عن المنطق البرمجي. امتلاك خلفية عن هذه المفاهيم يحول تعلم فلاتر من تسلق جبل شديد الانحدار إلى مجرد نزهة ممتعة لتعلم أداة جديدة. وما إن نتقن هذه المفاهيم سيحدث شيء مثير جدا للاهتمام. ستتغير طريقة نظرتنا للواجهات الرقمية بالكامل. التطبيقات التي نستخدمها يوميا لن تبدو كمجرد شاشات مسطحة بعد الآن، بل سنبدأ في ملاحظة الشريط العلوي والانتباه لتوزيع الأزرار، ونسأل أنفسنا: لماذا وضع المطور هذا الزر هنا؟ وهل هذا التطبيق مبني بطريقة نيتيف التقليدية أم باستخدام فلاتر؟ ستتغير رؤيتنا تماماً لتصبح رؤية خبير يقرأ ما وراء التصميم. وهذا يقودنا إلى الختام. في المرة القادمة، عندما نمسك بهواتفنا ونفتح تطبيقنا المفضل، لنتوقف للحظة ونتأمل الشاشة بدقة. ما الذي يظهر أمامنا حقاً؟ هل هي مجرد نصوص وصور بسيطة؟ أم أنها شبكة خفية وذكية من مكعبات الويدجت التي تتفاعل معاً لتخلق هذا السحر الرقمي الذي نتفاعل معه كل يوم؟ نتمنى أن يكون هذا الشرح قد قدم لكم فهماً شاملاً وعميقاً لعالم فلاتر، ليكون دافعاً لكم للانطلاق في رحلتكم البرمجية. شكراً لمتابعتكم.